خارجية. انا ما شفتش يعني ما يعني اعطيني القرار، اعطيني نشوف. انا الشيء اللي نعرفه انه هناك مكتب تمثيل للبوليزاريو موجود في قلب واشنطن وموجود في نيويورك. انا هذا الكلام الذي تسوقه الان وتقول الان هو اللي ما عنده حتى دليل. وبعد الحلقه ان شاء الله نحط لكم، اعطيني على الاقل دليل ولا شيء ملموس. بايدن اعطى قرار، القى خطاب، اصدر ماذا يعني؟ وين عنده سفاره ولا عنده قنصليه في العيون مثلا؟ يا رجل، لا يا رجل، يعني على الاقل لما تجي تبلعطني ما تبلعطناش بهذه الطريقه بهذا الاسلوب. انا احترم حتى انا اللي محترم الامور. طيب استاذ مصطفى، يعني مش ما انا شايف السفاره، بالعكس انا شايف انه الصحراء الغربيه طيب يا استاذ مصطفى في الولايات المتحده الامريكيه. استاذ مصطفى خلي الحوار يكون هذا، خلي كل الحوار يكون هذا. هو خذ انت يعني وقتك. قال لك اعلامي لا يليق باعلامي. اذا كان بدينا في اعلامي وري لي السفاره تاع الولايات المتحده الامريكيه ولا قنصليه موجوده في العيون. نقول له طيب هو يا استاذ مصطفى وتبرعتوا بالناس، امر غير مقبول. طيب يا استاذ مصطفى، شوف انا اعتقد انه اصلا حتى هذه النقطه غير مهمه الان، سواء اعترف بايدن او لم يعترف، يعني هذه ليست المشكله. ربما هناك خلافات. أستاذ حسام عفوا، يمكن لضيفك الكريم أن يطرح ما يشاء من أسئلة ومن تعقيبات، لكن بدون مقاطعة إذا كنا فعلا نريد أن يستمر. لا، أنت بديت توقف على الإهانات. إعلان، أنت بديت بالإهانات، رديت عليك، بديت تتواسي. لا، أنت اللي بدأت الإهانات وقلت لي إعلامي لا يليق بإعلامي. ما أنا جاوبتك باللغة اللي تكلمت بها. طيب أستاذ عبد الهادي، طيب فقط شوف يا جماعة الخير، أنا شوف فقط ثواني وسأعطيك الوقت. أستاذ عبد الهادي فقط رد بدون أن تتوجه له بالكلام وهكذا. خلينا يكون الحوار هذا فقط. القبائل وقبلوا باش يبقوا مع الجزائر فالله يربحهم، وإذا قبلوا باش يستقلوا فمرحبا. انت المغرب غادي يقول لهم مرحبا. طيب. وبالتالي هناك حكومة في المنفى توجد في فرنسا. وعلى ذكر فرنسا أقول لكم، عندما كانت المقاومة في الجزائر أغلب الناس وأغلب الجهات التي دعمت المقاومة الجزائرية هم المغاربة، هم النظام المغربي. هناك صور خونة مجرد خونة، ما تكذبش، لا تكذب على التاريخ. والله لا يمكن أن خونة، مش أكثر من خونة وسفنة. لا يا أخي والله لا أستمع إليك، أنا أتمم حديثي ولك الكلمة في التعقيب. هذه المقاومة الجزائرية اللي كانت من ارتوت من دماء مغاربة ومن أموال الشعب المغربي. ما كانش دماء مغاربة، ما تكذبش من فضلك. الكذب لا يعني الكذب، لا تكذب. أنت شهادة كذب أصلية. أنت كذاب. أنا لا أعتقد ويمكن أن نعود في نهاية هذه الحلقة وأرسل إليك الوثائق والصور. يا ما ترسل ليش كذاب؟ تكذب، أنت تكذب. ما أسمع، لا يوجد شهيد مغربي واحد في الجزائر. لا تكذب يا أخي. لنا لن أرسل إليك ولا علاقة لي بك، أرسل للمشاهدين وللسيد صاحب الحلقة ليتأكد الجميع من هذه الترهات. توقف عن الكذب من فضلك. طيب ما تتكلمش خونة كما ثم يتكلموش عن المقاومة من فضلك. أضيف أمرا أخي الكريم، أنه فرنسا حينما يجب أن تعرف واحد القاعدة عامة أستاذ حسام، أنه عدد من الدول لم يكن لها وجود قبل الحرب العالمية الثانية. أقول أنظمة لا وجود لها، من ضمنها إسرائيل لم تكن موجودة قبل الحرب العالمية الثانية. النظام الجزائري لم يكن، الدولة الجزائرية لم تكن موجودة قبل الحرب العالمية الثانية. موجودة. اسمع توقف هذا السفيه ولا نخرج. طيب يا أستاذ مصطفى يا أستاذ موجودة كيفاش تذكر وجود دولة جزائرية. طيب يا جماعة الخير شوف. طيب يا أستاذ مصطفى أرجوك. يا أستاذ مصطفى أرجوك. يا أستاذ مصطفى أرجوك. طيب أستاذ عبد الهادي فقط خليني أضبط النقاش أرجوكما. أستاذ عبد الهادي اسمح لي أنا بالكلمة. يا أستاذ مصطفى أستاذ عبد الهادي اسمح لي، اسمعوا أرجوكم. أنا لا أريد أن يصل النقاش لهذا الأسلوب، أريد أن يكون النقاش موضوعي، النقاش عقلاني. فأرجوكما قليل من الهدوء، اهدأ. طيب
طيب يا استاذ عبد الهادي ارجوك يا اخذت ارجوك هذا الكلام لا استاذ مصطفى، هذا الكلام لا يجوز. انت اعلامي. كلامه هو اللي يليق. طيب يا استاذ مصطفى سترد عليه. يا استاذ مصطفى ارجوك سترد عليه. ارجوك فقط انا يا استاذ مصطفى ارجوك اعطوا لهم المناظر الاعلاميه يتكلموا، يقول لك الدوله الجزائريه ما كانتش موجوده. يا استاذ مصطفى من المفروض انت تقطع الحوار يا حسام لو كان جيت انسان محترم، ما تخليش يعني تهاجمني انا الان. الدوله الجزائريه ما كانتش موجوده. شوف انت هو التونسيه ثاني ما كانتش موجوده غير هما الشبوط اللي كانوا موجودين. طيب هو لم يكمل الفكره، وربما لم يكن القصد ما تقصده انت، هذا اولا. يعني ثانيا انا ساعطيك الان الكلمه لترد. انا يا استاذ مصطفى ارجوك اسمح لي. انا اولا لست طرف، وفي هذا النقاش حاولت الا اعطي موقف لكي اشجع الحوار الهادئ بين الطرفين. فانا ساعطيك الان الكلمه لترد بهدوء ارجوك، واريد ان افهم منك يعني هل ربما العلاقات اليوم بين البلدين وصلت لمرحله اللا عوده؟ يعني ألا يوجد خط رجعة يعني يا أستاذ؟ بغض النظر عن التصريحات، احنا الآن نتحدث عن علاقة بلدين، إيران والسعودية عادة، فلماذا؟ وسمعنا محللين يسبون السعودية من إيران، ومحللين سعوديين ليل نهار أنه القنوات العربية والحدث تسب إيران والآن تسبح بحمدها. فيعني خلينا ربما في موضوع العلاقات. ما هي كيف يمكن أن تعود العلاقات برأيك؟ العلاقات لن تعود، العلاقات بهذه العقلية لن تعود. لما نسمعوا كلام يقوله مغربي من المفروض يحترم نفسه، يقول لك الجزائر لم تكن موجودة قبل الحرب العالمية الثانية، تسمع كلام كما هذا نسمعوه من مغربي. احنا نقولوا للدولة تاعنا، احنا نقولوا للسلطة تاعنا ما تفتحيش علاقات مع هؤلاء. هاو ينكر، قال لك الدولة الجزائرية ما كانتش موجودة قبل الحرب العالمية الثانية. كلام كما هذا انت تتقبله من مغربي؟ اذا قالوا خلاص احنا نقولوا الحدود تغلق، احنا نقولوا لتبون ما تفتحش الحدود مع هذا الكلام، خلاص انتهى الامر. لما يجيك يقول لك كيفاش تعاتبوا المغرب داير علاقات مع الكيان الصهيوني، من المفروض يستنكر. لو كان جا راجل وجا عنده صح فحل وفيه ريحه الاسلام وريحه العروبه، يستنكر اولا التطبيع. داروا المخزن نتاعهم مع الكيان الصهيوني اللي مازال يرتكب الجرائم في حق الفلسطينيين ويقتل فيهم، اللي المفروض هما اللي عندهم لجنه القدس، المفروض تكون عنده الغيره ويكون عنده النيف، هو اللي المفروض يكون دمه سخون من اجل فلسطين. يجي يبرر لي في التطبيع ويقول لك الجزائر دايره علاقات مع دول عندها علاقات مع الكيان الصهيوني. عيب هذا الكلام يقولوا. اولا الجزائر وبوسبيرة بيناتنا عندنا معاهم حدود، الله غالب، ما عندنا ما نديروا، الله غالب. ربي حشرنا معاهم ودرنا معاهم في نفس الحدود. لما يجيب العدو تاع الامه يحطوا عندي هنا على الحدود وانا رافض ندير معها التطبيع، فهذا ما نقدرش نقارن ما بينه وبين مصر اللي ما بيني وبينها أبحر وجبال، ما نقدرش نقارن ما بينه وبين الامارات، وما نقدرش نقارن بينه وبين البحرين. هذا من المفروض راه خويا شقيقي مساميه عنده حدود معايا، يروح يجيب العدو نتاعي يجيب يحطهم مسامينا هنايا. احنا الجزائر، مشكله الجزائر مع الكيان الصهيوني مش فقط القضيه الفلسطينيه. اليهود ساهموا في مجازر رهيبه ومرعبه في حق الشعب الجزائري من سنه 1830 الى غايه 1962. وعندما استعادت الجزائر سيادتها، ما نقولوش استقلالها، استعادت الجزائر سيادتها سنه 1962، اليهود اختاروا الخروج مع الاستعمار الفرنسي، وحنا نسموهم الاقدام السوداء. عندنا مشكله احنا كجزائريين، عندنا مشكل مع اليهود. احنا عندنا حتى لو ترجع الى اغوار التاريخ راح تلقى عبد الكريم المغيلي، سيدي عبد الكريم المغيلي حارب اليهود في منطقه توات في عمق الصحراء الجزائريه لما حاولوا ان يقيموا دولتهم. مشكله الجزائر مع اليهود قديمه ومتجذره وعريقه، وما كانش ما تلقاش جزائري يرحب باليهود في المنطقه تماما. نلقاهم صباح نرقدوا نوضوا الصباح نلقاهم نلقاو المخابرات الموساد، ونلقاو قائد الدفاع ولا وزير الدفاع الصهيوني، ونلقاو قائد القوات الصهيونيه، نلقاوه عندنا هنا على الحدود. واش نديروا؟ نصفقوا لهم مثلا؟ مباشره اول قرار اتخذ هو غلق المجال الجوي، لانه هذا يهدد امننا القومي. لما تفوت الطائرات تاع الكيان الصهيوني ما نقبلوهاش تفوت فوق الاجواء الجزائريه. هذا هو السبب. ما نقدرش نقارن ما بين علاقه فرنسا بالكيان الصهيوني ولا علاقه السنغال بالكيان، ولا مانيش عارف الدول اللي دايره تطبيع مع الكيان الصهيوني. ما نقدرش نقارنها مع المغرب، لانه المغرب يفترض انه شقيق وما بينه وبينه حدود مباشره.
الآن في هذه اللحظة، ونشكرك لأنك تذكرت بهذه النقطة لأنني كنت رايح ننساها. الآن الشخصيات والمثقفين اللي يفترض أنهم مثقفين مغاربة راهم يتكلموا على الصحراء الشرقية، راهم يتكلموا عليها الآن، فضلا عن الكلام تاع الأمم المتحدة. راه يتكلم هذاك الرئيسوني قال من لا أعترف لا بالصحراء الغربية ولا بالصحراء الشرقية ولا موريتانيا. راهم جبدوا لنا الخريطة هذيك اللي دارها على الفاسي في وقت من الأوقات، جبدها وقال لهم هذه هي، هذا هو الحدود نتاع المغرب. ناس مازالت عندهم عقليه توسعيه، مازالت عندهم اطماع توسعيه. طيب انا لما نعطي لك انا الصحراء نتاعي والشهداء اللي ماتوا فيها الداخل، الشهداء اللي ماتوا الداخل دفاعا عن تلك الارض، كاين ناس جو من شهداء من الجزائر العاصمه، كاين شهداء، انا عندي عمي اللي مات في حرب الرمال، وكاين ناس جات من وهران هبطوا حتى الى غايه بشار. العقيد لطفي رحمه الله مازال الدم نتاعو في تلك المنطقه. كيفاش هذا راه جزائري مات في هذيك البلاد؟ كيفاش نجي انا بكل بساطه نقول للحسن الثاني، نقول للحسن الثاني هاك خذ هذه الارض، هذه الارض. وحتى لما كانت في ابان الثوره الجزائريه تكلم رئيس الحكومه المؤقته انذاك فرحات عباس ردا على الفاسي، قالوا اذا كنتم تريدون بشار وتندوف اروحوا حروها ودوها، اروحوا ابعثوا الجيش تاعكم يحررها ويديها. استناو حتى استقلت الجزائر واسترجعت الجزائر، عفوا استرجعت سيادتها، يجي داخل هذاك بالسلاح نتاعو، هذا بلد ضعيف وهذو ناس ضعاف نحقرهم. حتى انه الرئيس الراحل بن بله انذاك في خطابه الشهير قال حقرونا، قال الخطاب حقرونا وجهه الى حتى المتمردين اللي تمردوا بعد ما الجزائر نالت حريتها واسترجعت حريتها، كما حسين ايد حمد ومجموعه من انفصلوا على بن بله وهو اللي بومدين وطلعوا للجبال، وكانت راح تكون حرب اهليه. فخاطبهم بن بله قال لهم ارواحوا راهم حقرونا المراركه، ارواحوا راهم حابين يدونا بشار وتندوف، وهبطوا واستكملوا الدفاع عن الاراضي الجزائريه بشار وتندوف 63. اليوم نسمعوا سياسيين ونسمعوا مثقفين ونسمعوا علماء في المغرب يتكلموا يقول لك الصحراء الشرقيه وندو بشار وندو تندوف. والله مستعدين اننا ندافع عن كل شبر من بلادنا، والله ندافع عنه الى اخر قطره دم. يجيبوا الكيان الصهيوني، يجيبوا الولايات المتحده الامريكيه، يجيبوا فرنسا، يجيبوا وش حبوا يجيبوا، والله العظيم غير ندافعوا على ارضنا الاخر، لاننا عارفين نظام متآمر. احنا عارفينهم خانوا الامير عبد القادر، خانوه خيانه، كانت الجزائر ستستعيد حريتها في عهد الامير عبد القادر، لكنهم خانوه وقتلوا شقيقه وعلقوه على الباب تاع فاس 3 ايام هم معلقينه، والجزائر كانت في حاجه اليهم، وحاصروا الامير عبد القادر وسلموه لفرنسا بشكل مهين وبشكل مذل. والان يجي يبجح واحد كما هذا يقول لك احنا ساعدنا الثوره الجزائريه. ما ساعدتوش الثوره الجزائريه، تكذب. طيب. يساعد الجزائريين الشعب المغربي، الشعب، كاين ناس افراد من الشعب عاونوا الشعب الجزائري. وبعد الاستقلال او بعد استرجاعنا للحريه يروح الحسن الثاني يجيب حسين، يجيب بن بله، عفوا يجيب محمد بوضياف، يقولوا دير حركه تمرد وتمرد على هواري بومدين. طيب لا نعرفوا التاريخ مليح نقراوه مليح. طيب وصلت الفكره. ما يشرفنيش انني نتكلم مع واحد يقول الدوله الجزائريه ما كانتش موجوده قبل. طيب ارجوك يا استاذ مصطفى، احنا سننهي الحوار. غير كفيله انها طيب والله كلمه تشعل الحق. طيب رديت انت الان يا استاذ مصطفى، ارجوك يعني انا اعرف حساسيه الموضوع عند الطرفين، ويعني انا احاول جاهد. علاش في تونس، علاش الجزائر وتونس بلدان يحترمان بعضهما؟ علاش؟ سؤال، علاش الجزائر تحترم تونس وتونس تحترم الجزائر؟ مش طيب. منكم الا خير ومش منا الا كل خير. طيب خلي ولكن هذا الجار كل مره يلقى. طيب يا استاذ عبد الهادي، هل في ربما نوع من المؤشرات او نوع من يمكن ان يتحقق تقارب؟ يعني لماذا هذا التصعيد بين الطرفين؟ كيف ربما يمكن ان ندفع باتجاه عودة العلاقات؟ والله اخي حسام، اذا اردت يعني صراحه بجواب موضوعي ينطلق، لاننا اذا اردنا فعلا ان نحصل على سلام بين المغرب والجزائر يجب أن نستحضر الآليات والميكانيزمات التي أدت إلى الصراع وإلى الخلاف. أنا لن أقول لضيفك لا حمار ولا بغل ولا أي من هذه
لانني ما نعتديش عليك، اعتديت على الجزائر. هذه اوصاف لا تنطبق بالنطق الا على من ينطق بها، وانت كذلك. يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، أرجوكم يعني تبقي 5 دقائق، خلينا نكملهم بهدوء أرجوكم. تفضل يا أستاذ عبد الهادي، امشي للفكرة مباشرة. نعم. أرجوك للفكرة مباشرة. طيب، أولا كما قلت لكم في بداية هذا اللقاء أن لكل خلاف ولكل أزمة أسباب وميكانيزمات. وقد طرحت في البداية مدخل تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران رغم الخلافات الشاسعة والحقيقية والجوهرية، وكنت في بداية مداخلتي تحدثت عن ما يجمع بين الشعبين المغربي والجزائري أكثر مما يفرق بينهما. وهنا أقول لك، أنا في المنابر إعلامية مغربية رسمية يطرح علي السؤال إمكانية عودة العلاقات المغربية بين المغرب والجزائر، إمكانية طي ملف نزاع الصحراء في هذه المنطقة. والأجوبة اللي كنقولها في وسائل إعلام رسمية للمغرب كنقولها الآن في هذا المنبر الحر ديالي، وأعيد التأكيد عليها. إذا أردنا أن تكون هناك علاقات طبيعية بين المغرب والجزائر، أقول العلاقات الدبلوماسية، يجب أن نزيل فتيل المشكل القائم بين الطرفين. وهنا أقول لك بالنسبة للنظام الجزائري، وانطلاقا مما يسوق بأنه ضحية في حرب الرمال، بأنه ضحية للتطاول المغربي على الجزائر في قضية الصحراء الشرقية، بأنه تطاول على النظام الجزائري في دعمه لجبهة البوليساريو، بالتطاول بأنه أغلق الحدود البرية والجوية والبحرية ورفض أي علاقات صلح، مع أنه في الحقيقة عندما يتعلق الأمر بفرنسا لا يتردد النظام الجزائري في إعادة سفيره إلى باريس ليلا أو إلى مدريد ليلا، لكنه فيما يخص المغرب هناك قطيعة إبستمولوجية يجب أن تستمر. أجبني عن فتيل المشكل. أنت تحدثت عن فتيل المشكل، ما هو فتيل المشكل الذي يجب تجاوزه الآن أو حله؟ السؤال لماذا هذا الموقف ولماذا هذه الوضعية المتأزمة؟ بالنسبة للنظام الجزائري هناك مشكلتين رئيسيتين في تكوين هذا النظام، أو أقول عقدتين لا يمكن العبور بهما إلى علاقات طبيعية مع المغرب إلا إذا تخلص منهم النظام الجزائري. أولا، يجب أن يكون نظاما وطنيا حقيقيا للشعب الجزائري، وأن لا يؤتمر بعلاقات سياسية استخباراتية مع دول لها تاريخ استعماري سابق في هذه الدولة. النظام الجزائري رغم كل ما يقال ظاهريا على أنه نظام الأنفة وأنه نظام الشجاعة وأنه نظام السيادة وأنه نظام معاداة إسرائيل، إلا أنه في الواقع أقول لكم بأنه نظام لا يخرج عن الجبة الفرنسية. لقد عقد للنظام الجزائري امتحان في علاقته مع موسكو مثلا. يا أستاذ عبد الهادي، أنت تتوسع في النقاش الآن ولم يعد لنا الكثير من الوقت. فتيل المشكل يعني فرنسا حسب ما فهمت منك؟ نعم بالتأكيد. إذا لم يكن الأخ تحدث عن استعادة ما سماه بين مزدوجتين استعادة السيادة. في اللغة، في الترمينولوجي هيستوريك جوريديك بوليتيك لا يوجد هذا المصطلح بالنسبة للجزائر، كما قلت بأنه قبل أن الدولة كما قالها ماكرون نفسه، وكان هذا سبب أزمة توتر العلاقات بين باريس والجزائر. قال أمزية اللي قال توتر العلاقات ما بين الجزائر، أمزية يقول إذا لم يتجاوز النظام الجزائري هذه العقدة التاريخية، وهذه العقدة التاريخية ماشي جات فقط عن فكر سياسي يؤمن به نظام الجنرالات ونظام العسكر المتحكم في دواليب السياسة الجزائرية. وزير الخارجية في الجزائر ليس حرا، الرئيس تبون المؤسسة السياسية ليست مستقلة. يا أخي أعطيني يا أستاذ عبد الهادي، أرجوك أعطيني من المغرب، من جانب المغرب. شوف
يعني أنا لأنه لم يعد الكثير من الوقت، ما هي التنازلات التي يمكن أن تقدمها المغرب من أجل إعادة العلاقات؟ تك تك، 1 2 3. شو يا أخي، بالنسبة أقول لكم، وهنا هذا سؤال جوهري وجيد. إيران لم تقدم تنازلات، السعودية لم تقدم تنازلات، كانت هناك خريطة طريق رسمت من جديد برعاية قوى دولية كبرى أكثر من الصين. روسيا لها دور في الصلح السعودي الإيراني، وهذه اللي ما خليتوناش نتكلموا فيها بموضوعية وبتفصيل مسهى في هذه الأمور. بالنسبة للنظام الجزائري كما قلت، ويجب أن ننظر ذلك بالحقيقة، أن فرنسا من احتلت الجزائر 130 سنة توسعت حدودها باتجاه المغرب شرقا وباتجاه الصحراء، دول جنوب الصحراء جنوبا. انظر إلى هذه الخريطة، لم تكن موجودة في التاريخ، بدليل أن المغرب لم يطالب رسميا، وجدة جزائرية وهوية تاريخية. نحن سنطالب بوجدة. هناك الآن توابع بريدية من مدينة تندوف تحمل اسم المملكة المغربية والسلطان المغربي، يعود تاريخها إلى الخمسينيات من القرن الماضي، الأربعينات. أنت تكذب. لا، هذه حقائق تاريخية. أتحداك.